إليكم جديد. أشغال ملعب مولاي عبد الله الرباط أضخم مشاريع مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية وجوهرة المدن المغربية وعاصمة الجمال والتاريخ والأناقة والرقي، بشوارعها النقية وتنظيمها المتقن، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر في لوحة فنية متكاملة. مدينة تنبض بالحياة وتزداد إشراقاً استعداداً لاستقبال كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بكل فخر واعتزاز. وتعتبر مدينة الرباط من أحسن المدن السياحية في المغرب وأفضل الوجهات السياحية في المملكة المغربية، لاحتوائها على عدة أماكن سياحية ومواقع أثرية. ومن بين الأماكن السياحية في الرباط: المغرب، صومعة حسان وضريح محمد الخامس، موقع شالة الأثري، قصبة الوداية التي تتواجد على ضفاف نهر أبي رقراق، منتزه الحسن الثاني الذي يعتبر أكبر الحدائق الخضراء بالمغرب، وحديقة الحيوانات طريق تمارة بجانب ملعب الرباط الجديد والملعب الأولمبي. أما بالنسبة لأشغال ملعب مولاي عبد الله استعداداً لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فقد وصلت أشغال تغطية ملعب الرباط الجديد إلى مراحلها الأخيرة، حيث سيكون له سقف وغلاف خارجي يمكن تغيير ألوانه ليلاً باستخدام أضواء LED، وسيتمكن أيضاً من توليد جزء كبير من احتياجاته من خلال ألواح الطاقة الشمسية. ولتسريع الأشغال في الأيام الأخيرة تم تعزيز عدد العمال لتسريع وتيرة الأشغال، خاصة تلك المتعلقة بتغليف الملعب. أما الأعمال المتعلقة بتجهيزات وغرف VIP فقد اكتملت بالفعل، ولم يتبقى سوى بعض اللمسات الأخيرة. ويذكر أن تركيب سقف وكراسي الملعب يحتاج حوالي 15 يوماً لاستكماله، بينما سيتم جلب العشب جاهزاً وتركيبه في الوقت المحدد. وتصحيحاً لبعض المغالطات التي انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ملعب الأمير مولاي عبد الله، فالشركة المشرفة على أشغال بناء هذا الصرح الرياضي العالمي الكبير، حيث منحت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالمغرب مهمة بناء ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد بمدينة الرباط للشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM، والتي فازت بصفقة البناء المحددة في 12 شهراً، وليست شركة بوبولوس البريطانية، كما حصلت الشركة التركية تيمسان للإنشاءات الكبرى على صفقة تغطية ملعب مولاي عبد الله بالرباط. أما بالنسبة لجاهزية ملاعب المغرب الجديدة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2023، ملعب طنجة الكبير، ملعب ابن بطوطة سيكون جاهزاً في مايو المقبل، وملعب الدار البيضاء مركب محمد الخامس أصبح شبه جاهز لاستضافة المباريات، وسيستضيف مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي. أما بالنسبة لملعب أدرار، ملعب أكادير يشهد تحديثاً مهماً يشمل تغيير الإنارة الرئيسية باستخدام أحدث تقنيات LED، مما سيحسن جودة الإضاءة ويضمن تجربة بصرية أفضل خلال المباريات والفعاليات الكبرى.